راه واحد الحاله ما كتدخلش للعقل. فتخيل معايا غادي للمصحه باش انك تعالج وتلقى راسك محبوس في واحد الصندوق ديال الحديد وفي الظلام، ومعك مراتك اللي كتعاني وعيانه حتى هي وفي واحد الحاله صعيبه، والاكسجين كيبدا ينقص ساعه ونص اخواني اخواتي وانت كتقاتل مع الموت. هادشي راه ماشي فيلم ديال الرعب، هادشي اخواني اخواتي وقع فعلا في مدينه البرنوسي بالدار البيضاء. راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي راه وقع لعائله مغربيه. واش المصحات ولاو كيهتموا غير بالمبالغ الماليه وبالفلوس وينساو باللي كاينين ارواح بشريه؟ اليوم اخواني اخوتي غادي نحلوا هذه القصه وغادي نشوفوا فين كاين الخلل الحقيقي وندويو على هذه القصه كامله اخواني اخوتي، اللي بطبيعه الحال راه ما كتدخلش للعقل، غادي تصدمكم. فشوف اخواني اخواتي باش نكونوا واضحين بزاف، فحسب ما تم التداول ديالو في المواقع الاخباريه، فهاد العائله مشات للمصحه وبطبيعه الحال بحال اي واحد فينا، فالنيه الصافيه. مراته اخواني اخواتي مريضه ومحتاجه لواحد الفحوصات مستعجله. بطبيعه الحال طلعوا لاسونسور المصعد بطبيعه الحال، وفجاه واحد الصوت صعيب سمعت ديك خباط وقع لاسونسور اخواني. فتخيلوا الرعب كامل اللي غادي يوقعوا فيه هذه العائله اللي جايين انهم يتعالجوا. المصيبه فين كاينه؟ ماشي غير في العطل التقني حيث الاجهزه كتعطل، ولكن المصيبه في ردات الفعل. فالاب كيقول باللي بقاو ساعه ونص هما كيغوتوه، هما كيستعطفوا الناس تما، وحتى شي واحد ما ساق لهم الخبار. فاخواني اخوتي هذا الشيء راه ما كيدخلش للعقل. كان بطبيعه الحال كان الظلام والمكان راه ضيق والاكسجين غادي كينقص، ومراته مسكينه عندها مشكل كبير في التنفس وزيد عليها الم ديال الحمل. فيعني ان الموقف كان كيهدد الحياه ديالها بشكل مباشر والحياه ديال الجنين. اخواني هذا الشيء راه لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء اللي خلى الاب انه يخرج بواحد الخرجه قويه وينتقد هذا التسيير كامل. فاول حاجه المصحه هذه مؤسسه حساسه، فيعني من المفروض يكون فيها تقني مداوم، يعني واحد التكنيسيان دو كارد. واش معقوله في مؤسسات طبيه فيها مرضى كيتنفسوا بالاجهزه ما يكونش شي واحد بطبيعه الحال مفرز مختص حدا لاسونسور باش انه يفك الازمه في 5 ديال الدقائق، وتسناو اي واحد ممكن يطيح في واحد المشكل بحال هذا ويفك لهم الازمه؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله. انا هنا كنهضر على التشهير بالمصحه، ولكن كنحللوا اخواني اخواتي واحد الواقع كاين تقصير في التدبير ديال السلامه والامن الخاص. فتما اخواني عاوتاني قصه اخرى اخواني. راه الوقت ما بقى وقفاتش غير هنا. واش هما مدربين انهم يتعاملوا مع هذه الحالات ولا كيتسناو الاذن من الاداره اللي ربما غتكون ناعسه؟ وهذا الشيء كيبين باللي كاين خصاص في التكوين ديال الناس اللي خدامين في المرافق اللي كتكون حساسه وفيها ناس اللي ضروري خاصهم يتعالجوا، خاصهم ضروري يدوزوا. فما بالك يا اخواني بالمصحه الداخله شنو غادي يكون فيها، المشاكل اللي غادي يكون فيها؟ فهذا غير لاسونسور، غير الدخله، غير الباب اللي غادي يدخلك لهذيك المصحه. واش عمرك سولتي راسك علاش بزاف ديال المصحات كيهتموا بالديكور والاثاث وكينساو الصيانه ديال الداخل؟ فكاين واحد الفكره كدور في بالي بطبيعه الحال وكدور حتى في بالكم، راكم عرفتوني علاش كنهضر، وهي عقليه الترقيع. فهنا كنعيشوا في هذه العقليه وكنصلحوا الحاجه حتى كتموت. واش المراقبه يا اخواني التقنيه الدوليه للمصاعد كدار ولا ما كدارش، ولا غير كيتسناو حتى يوقف لاسونسور ويموتوا فيه الناس عاد كيجيو بطبيعه الحال الديبانور باش انه يديبانيهم؟ فهذه بطبيعه الحال نقطه خاص المسؤولين انهم يجاوبون عليها. فحتى الحاله النفسيه ديال الناس اللي كانوا حاليا في ديك الواقعه، فتخيل الخلعه اللي دخلت ليهم. واش المصحه فكرات تعوضهم؟ دير راسك في بلاصتهم. فانت مريض وعندك مشكل نفسي وعندك مشكل صحي ومنك تدخل المصحه انت كتحصل في لاسونسور، راه لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الشيء بطبيعه الحال اللي كيخلي المواطن انه يفقد الثقه في القطاع الخاص الصحي. اخواني اخواتي دابا باش نكونوا منصفين، فالمطالب اللي خرج بها الاب منطقيه جدا، ماشي غير كيطالب بالمستحيل، هو كيطالب غير بالحد الادنى للسلامه. فشكرا لكم.